لا يجوز الدخول على النت بدون حاجة شرعية لا تقوم إلا بذلك. فالأمر عظيم جدا إخواني، المسألة جنة أو نار. فإذا غض البصر عن مساوئ الغير، وعما لا يحل، وعن النظر إلى الجيران، وعن النظر في الطرقات، وعن النظر في هذه الوسائل التي بين أيدي الناس اليوم. الله تبارك وتعالى عندما ينهى عن أمر ينهى عن أسبابه. لما حرم الله تبارك وتعالى الزنا ماذا قال؟ ولا تقربوا الزنا. ما قال لا تزنوا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الاجتناب هنا إيش؟ أن تكون في جانب وهو في جانب آخر. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أن تكون في جانب وهو في جانب آخر. هنا لا تقربوا الزنا يعني تترك دواعيه وأسبابه. فهنا لما قال واحفظوا فروجكم قال وغضوا أبصاركم، لأن البصر بريد الزنا. البصر بريد الزنا. حرم النظر لأنه السبيل، فيحرم في ذلك كل سبيل يوصل إلى الزنا. فحفظ الفروج ابتعاد عن دواعيه من المكالمات المحرمة، من اللايكات، من الدخول على المواقع، من والله صديق أو صديقة أو ما بعرف إيش على الفيس وعلى وسائل التواصل. هذا كله لا يجوز، حرام بنفس حرمة التواصل المرئي والوجه لوجه. وقد رأينا إخواني الكرام من متابعة كثير من الأمور أن من يقع في الفواحش من التواصل الاجتماعي أكثر بكثير ممن يقع فيه من اللقاء وجها لوجه أو بالطريق أو بالبيوت. وعندنا قصص يقشعر منها الأبدان ويقف له شعر الرأس. وقد وصل بعضهم والعياذ بالله إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. لم يغض بصره في وقائع التواصل فأطلق بصره في الحرام. ولولا أني أمام هذا التسجيل لذكرت لكم قصة والعياذ بالله وصل صاحبها إلى كفر صريح ليس له أي تأويل.